Mamma mia tavolo, aspetta, mamma mia tavolo 119, mi scherzo, عايزين نطلب اول حاجه، وهي لازم 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 تتعلم اللغه، حتى لو مش بتتكلم او بتتكلم شويه، بس عشان تعرف تدور على شغل، تلاقي شغل محترم، تدور على سكن، تعرف تظبط ورقك هنا لو انت جاي شنجن او جاي زيارة او ايا يكن جاي ازاي. طبعا اغلب الناس اللي بتيجي ايطاليا بيشتغلوا يا اما في المعمار يا اما في المطبخ في المطاعم، عشان خاطر بيبقوا اللغة بتبقى ضعيفة عندهم، وده بسبب ان هم من الاول ما اهتموش باللغة واكتسبوها عن طريق السمع مش عن طريق الكتابة وعن طريق الفهم والمذاكرة واكتساب اللغة زي ما بنتعلموها في المدارس او ايا يكن في الكورسات ايا يكن كان ايه المكان، بس بتكتسبها صح، بتسمعها بتقولها وبتكتبها، مش بس بتسمعها وده بيصعب عليك المرحلة وبيطولها اكتر، عشان تكون عارف ان انت ما تتعلمش اللغة عن طريق الكتابة او التعلم هتحتاج وقت، بدل ما انت محتاج مثلا 3-4 شهور عشان تعرف تتواصل مع الناس، ممكن تخش في السنة وفي السنتين وفي اللي بيقعد 3 سنين عشان بس يعرف يوصل للي قدامه اللي هو عايزه، وده هيصعب عليك الموضوع اكتر في التعامل هنا وفي الشغل وفي المرتبات. فالاحسن ان انت تكون مجهز نفسك، واخد كورس محترم، عامل حاجة كويسة في اللغة عشان تعرف تيجي تتعلم وتعمل الحاجة اللي انت عايزها، وتلاقي نفسك فعلا بتاخد مقابل وبتاخد مرتب كويس. دي نصيحة مني. تاني حاجة، تبعد تماما 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 الحاجات اللي انت بتشوفها على النت والحاجات اللي الشباب بتعملها اليومين دول والحاجات بتاعت النت، عشان هي في الاخر وفي الاول دي نت، وفي بيعملوا كده وفي ما بيعملوش كده، بس ابعد وشيل الافكار دي من دماغك. انت طالما جاي عشان ناوي على شغل، يبقى تركز في الحاجه اللي انت بتعملها، ما تفكرش بقى لا انا عايز اكلم دي، لا انا هروح اوقف دي، عشان البوليسيه هنا ممكن ترحلك عادي جدا لو انت كلمتها انت ما كنتش على مزاجها او ايا يكن ايه اللي حصل ما بينكم او تاتش وبتاع. ف طول ما انت في شغل هتعرف على ناس وهتقابل ناس والدنيا هتبقى حلوه، لكن بلاش شغل من دول عشان انت كده بتعرض نفسك فعلا لحاجه مش كويسه. بقول لكم بحبكم.